تغور الكوره اللي بالشكل ده يا طارق يا عشري. انا قلت اسوأ حاجه في مصر في الكوره فريق طلائع الجيش، لا وحط معاهم سموحه. ده الفيفا لازم يتدخل عشان خاطر ينقذ الكره المصريه من طارق العشري وعلاء عبد العال وكل الناس اللي تلعب كوره بالطريقه دي. مش ممكن طارق العشري يضيق الخناق على الاهلي. تذهب الكره الى الجحيم اذا كانت بهذا الشكل العقيم. كولر البطيء ولاعيب الفريق سبب التعادل. الزمالك اهدى الاهلي هديه والاهلي رفض الهديه. الاهلي يتعادل مع سموحه في مباراه عقيمه، مباراه يعني تخلي الواحد يكره الكوره. لا مش عايزين كوره، لو بالطريقه دي مش عايزين الكوره دي. ايه الكوره المقرفه دي؟ ايه الكوره المقرفه دي؟ مش ممكن. الاهلي مش في احسن حالاته. الاهلي لعيبه كتير منه مش هي كل لعيبه الاهلي يمكن خارج المستوى باستثناء مثلا محمد الشناوي وحسين الشحات لما نزل. ماشي. الاهلي كان وحش الشوط الاول جدا، ما جاش الاهلي الشوط الثاني هو اللي اتحسن وكان عاوز يفوز وابدى رغبه. لكن ايه اللي طارق العشري بيعمله في الكوره ده؟ مش ممكن بجد يعني. مش ممكن. ليه كده؟ يعني لازم الاتحاد الدولي يعني يبص بصه كده على طارق العشري وعلاء عبد العال او على فرقه سموحه وفرقه طلائع الجيش. يعني لو يجي قرار من الفيفا بايقافهم وشطبهم يكون احسن للعالم، للبشريه. انقذوا البشريه، انقذوا كره القدم من اللي بيحصل فيها. ليه يا علاء؟ ليه يا طارق العشري؟ انا عاوز افهم ليه يعني ايه اللي بيمشي في دماغك من كتر ما الواحد بيشوف منك خنقه؟ يعني المفروض يبقى اسمك خانق العشري مش طارق العشري. انت دماغك ماشيه فيها ايه يعني؟ عايز افهم. انت يوم ما يعني رحت تعمل معايشه عملتها مع مانو جوزيه، اكتر مدرب في الاهلي كان بيقامر ويغامر ويجازف. انت اتعلمت ايه يا ابني؟ اتعلمت ايه انت؟ هو انت واخد الدنيا بالشقلوب؟ واخد الكرة بالشقلوب؟ مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ ليه كده؟ هل دي عقد نفسيه مثلا وبطلعها في الكرة؟ يعني مش فاهم. ايه مشكلتك مع الحياه؟ ايه مشكلتك مع الكوره؟ ما اخترعوهاش عشان كده على فكره. الكوره ما اخترعوهاش عشان تعمل اللي انت بتعمله ده. الناس اللي عملت اللعبه فكرت، قالت احنا نعمل جونين والجونين دول هنتصارع طول الماتش عشان نحط فيهم الجوان الكور. انت ماشي بالعكس. واحنا هنعمل جونين بس عشان لما انزل الشوط الاول في الجون ده اسده واحطه كده، يعني ابني حائط اسمنتي خرساني مسلح، والشوط التاني اعمل نفس الكلام في الناحيه التانيه. ايه يا ابني ده؟ غابات بشريه. عامل غابات بشريه، عامل ترسانه مسلحه من اللعيبه. ايه كل ده؟ ليه الخنقه دي؟ ليه الخنقه دي؟ لا منك ولا كفايه شرك. لا انت بتلعب هجوم وانا عاوز غيرك يلعب هجوم. يا ساتر يا ساتر يا اخي. مش ممكن. ايه الخنقه دي؟ ماتش تقفيل دفاعي، خطه دفاعيه كانه يعني حرب، كانها حرب. خنقه فظيعه من طارق العشري كالعاده. ما بيعرفش يلعب. هو طارق العشري ما بيعرفش يلعب غير الاهلي. يعني واضح ان طارق العشري ده ما بيعرفش يلعب حد غير الاهلي. ما في مره الاهلي لعب فيها مع طارق العشري الا وشفنا الكلام ده. ليه كده يا حبيبي؟ قفل قفله في الشوط الاول. يمكن الشوط الثاني فكت منه شويه، لكن الشوط الاول يا ساتر يا ساتر على القفله. طبعا لولا وجود الشناوي انقذ الاهلي في الدقيقه 10. كالعاده دفاع الاهلي بيتضرب ضربه وحشه جدا 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 بمنتهى السهوله. ليه؟ عشان انت طالما فريق هتهاجم وهتعمل ضغط دفاعي عالي من قدام يبقى لازم ما ترتكبش اخطاء، ما تعملش ميس باص. وانت ما شاء الله على الميس باص بتاعك النهارده وقبل النهارده وقبل النهارده ميس باص كتير. هو ده اللي بيخليك تبان دفاعيا وحش، مش عشان خاطر اي حاجه غير كده. بيبقى كل لعيبتك داخله على الهجوم وواحد يجي يتفلحص ويلعب لك كره غلط تتقطع ترد عليك بانفراد يخش فينا جون والفرقه اللي قدامنا. انا ما بقتش اخاف على الاهلي قدام في الماتشات الكبيره. يعني انا بقيت اخاف في الماتشات اللي هي سموحه طلائع الجيش. الناس دي الناس اللي بتخنقنا دي، الناس اللي ربنا خلقها عشان ينكدوا علينا ويخنقونا. سيبك من النتيجه، والله النتيجه ما تفرق معايا. سيبك من النتيجه، من القرف. يعني بيجرحوا العين، بيأذوا العين. ده تلوث كروي. اللي شفناه من طارق العشي ده تلوث كروي او لا بلاش تلبك كروي، مش تلبك معوي، تلبك كروي وتلوث كروي. يا ريت بتوع البيئه يتدخلوا. يا ساتر. طبعا الشناوي انقذ كره كمان في برضه يعني في انفراد تاني. محمد هاني عمل
ان هو يروح هيعمل بلوك ويسد، لكن عدت بمنتهى الغرابه من مهاجم سموحه عشان تقابل مهاجم تاني، والشناوي الحمد لله ان هو طلع عليه كبس عليه كده، فخلاه ان هو يعني يخطئ التنفيذ. طبعا الشناوي النهارده كان لابس نفس التيشيرت بتاع الهاني سليمان، ما اعرفش عدت ازاي على الحكم يعني حاجه غريبه. وبمناسبه الحكم، انا ما اقدرش اقول يعني ان انا ماسك يعني ايه حاجه قويه قوي عليه او على حكم الفار، لكن في احتماليه ضربه جزاء لمحمد شريف. يعني في دافع، مش كتف قانوني، المكاتفه القانونيه الكتف في الكتف، لكن ده الكتف ما كانش في الكتف، الكتف في الجنب. انا مش هتكلم على بتاع حسين شحات، لكن محمد شريف دي تصور ان هي ضربه جزاء يعني. ثم الحكم معلم الهاني سليمان، بص تضييع وقته عامل ازاي، ولعيبه سموحه شوف كام واحد وقع منهم ويضيع وقت ازاي، وبقدره قادر بيدي 5 دقايق وقت بدل ضايع، بس 5 دقايق، في حين ان الشوط التاني اتعمل فيه بتاع 8 تغييرات، توقفات للتغيير قول بتاع 4 مرات. لو قلنا كل مره ب 30 ثانيه يبقى يعني ادي كده 4 دقايق لوحده، ادي دقيقتين، 4 دقايق، ادي دقيقتين، ولاعيبه سموحه والهاني سليمان 3 دقايق بس، هو كل دوت الوقت اللي ضيعوه. ده اللعيبه بتاعت سموحه كانت بتقع زي الفراخ، والهاني سليمان مستفز جدا. تضييع الوقت، الحكم ما اداناش حقنا في تضييع الوقت. ماشي، كده كده الاهلي كان وحش بس يعني لازم نطبق التقنيه بتاعت كاس العالم دي اللي هي بال10 دقايق واللي ب 12 دقيقه، عشان اللعيبه تتعلم ان هي هتضيع وقت هيتحسب. لكن الماتش كمان كان عنيف جدا، التحامات قويه، لعبه سموحه بتلعب بقوه وشراسه، لعيبه الاهلي هل اصابه اكرم توفيق مخوفاهم يلتحموا؟ ما اعرفش، كانوا بيخافوا يلتحموا. اي نعم الالتحامات كانت قويه. الشوط الاول كله الاهلي ما عملش فيه ولا هجمه، تخيلوا، ولا هجمه ولا فرصه. الماتش ده مش ماتش محمد شريف تماما. الماتش ده كان عايز حسام حسن وشادي حسين، وانا مستغرب من السكواد بتاع الاهلي النهارده داخل معهوش شادي حسين. طب ليه مستبعد شادي حسين؟ كان لازم يبقى شادي حسين موجود مع حسام حسن، كان لازم تلعب 2 مهاجمين. الماتش زي دوت ما كانش يخلصه غير ضربه جزاء، كره ثابته، تصويبه من بعيد، ما شفناش فيش تصويب من بعيد، ما فيش غير محمد عبد المنعم في اخر الماتش وعمرو السوليه، والاثنين بعاد جدا عن المرمى. في هبوط حاد في المستوى، لعيبه الاهلي كلها مش موجوده في اللقاء، لان طريقه حبل المشنقه اللي عاملها طارق العشري عامله زي طريقه حبل المشنقه ومحزم رقبه الاهلي وضغط عليه. لكن كولر متاخر جدا في ان هو يعمل تغييرات. ما ينفعش تشوف الحاله دي، انا والله انا لو منه في التوقيت ده في الدقيقه 30، مش هقول لك استنى بين الشوطين، في الدقيقه 30 هعمل تغيير. واضح جدا ان الماتش ده مش ماتش محمد شريف، كان لازم حسام حسن يبقى موجود من الدقيقه 30، كان لازم حمدي فتحي يطلع وينزل الي ديانج على الاقل بين الشوطين، كان لازم كريم فؤاد مش يومه ومش معاه ومش ماشيه معاه خلاص، كان لازم يطلع كريم فؤاد وينزل حسين الشحات، او كنت تطلع محمد هاني وتنزل حسين شحات يمين، او كريم فؤاد تخليه يمين وحسين شحات يلعب قدام. مش ماشيه. احمد عبد القادر كان يطلع من الملعب، احمد عبد القادر مش المفروض ما يطلعش من الملعب. برونو سافيو كان لازم برونو سافيو يخرج بدري وينزل محمد مجدي قفشه، باينه جدا ما كانتش محتاجه كل الوقت ده. لكن كولر بيغير في الدقيقه 60، يعمل تغيير قفشه وينزل معاه رأفت خليل، ويأخر حسين الشحات اللي نزل قلب الماتش شويه في الدقيقه 76 و 75 ينزل حسين الشحات. لا، كان لازم ينزل حسين الشحات من بدري، يعني يوم ما اقول يبقى بين الشوطين. لكن كونك انك انت يا كولر تبدا تعمل تغييراتك دقيقه 60، لا، خطأ كبير جدا. مش اول مره كولر بيتاخر، لا، لازم لجنه التخطيط او حد يقعد مع الراجل يقول له لا ليه التغيير. انا عارف ان دي مدارس، وعارف ان صعب ان مدرب يستجيب لحاجه زي كده، بس لا، لازم نلفت انتباهه. ليه التاخير ده؟ خصوصا لو هو متاخر واللعيبه اللي في الملعب في حالتها ماشي، لكن متاخر واللعيبه اللي في الملعب تعبانه جدا ومش في حالتها، لا ما ينفعش التاخر في التغيير ده، هو دوت اللي جايبنا ورا. طبعا يعني المصائب لا تاتي فرادى، يعني طارق العشري بخطته، بهبوط في مستوى لعيبه الاهلي، ببطء من كولر في التغييرات،
بتضييع وقت من لعيبه سموحه، بسماح للحكم، كل دوت في الاخر محصله ايه؟ محصله ان انت تفقد نقطتين كنت ممكن النهارده تقدم بيهم على الزمالك. شكرا، نتقابل في لقاءات جديده.